الظروف وجاء التأمين، وأممنا نفط العراق، خلصناه من أخطبوط الاحتكارات الأجنبية ومن خلف الدول الأجنبية الكبرى الإمبريالية. وكان الأمر يقتضي بموجب الهوية المعلنة في إعلام النظام السوري أن يدعمون هذه الخطوة. اللي حصل أنه كانوا يستلموا عوائد عن الأنبوب اللي مار عبر أراضيهم من الشركات الاحتكارية بعدد معين من السنتات لما أمم العراق النفط، ولما بدأ يبيع نفطه بالسوق الحرة قالوا احنا ما نسمح لنفطكم أن يمر من أراضي سوريا إلا بعد ما تزاد العوائد إلى ضعف. يا ليش مو هذا نفط مؤمن؟ انتم كنتوا تاخذون هذه العائدات من الشركات الأجنبية الاحتكارية، فإذا ما تقبلون منا عائدات أقل كمساهمة منكم للعراق وهو في دور التأمين بعد التأمين ذاك الوقت بعد ما أخذ حالته النهائية في النجاح، فعلى الأقل ما لازم تأخذون منا أقل من العوائد المقررة. قالوا لا، ما يمر النفط إلا الضعف من العوائد. وحل موضوع العوائد بعد ما أصبحت جهات عربية عديدة على اطلاع بهذا الموقف، وبعدها جاء الفرات. ايش وقت يتوقت سد نهر الفرات عن العراقيين؟ اتوقت قبل حرب عام 73 بأشهر. أنا ما أذكر التاريخ بس هو قبل الحرب، كنا بدنا في أذكر التاريخ. طبعا اللي يريد يسوي حرب عام 73 حتما يعرف بها قبل بأشهر ويعدلها. وانتم على اطلاع شلون نشف نهر الفرات، بحيث حتى مو فقط الإنسان ما عاد يجد مي، حتى بعض الحيوانات للفلاحين ما عاد تجد مي. وبهذا الوقت صارت حرب عام 73. وكان قبلها النظام الإيراني نظام الشاه كان بادي باستفزازات على طول الحدود وحشد جيشه على طول الحدود. عندما قامت الحرب وسمعنا بها من الإعلام العالمي والعربي عقدنا اجتماع في القيادة، كانت تناقش آراء عديدة، تطرح آراء عديدة مثل حال أي قيادة. البعض يقول ندز قوات رمزية، والبعض يقول أن نساعد بالحرب ماديا، والبعض وقد فكرنا أنه هذا النوع من الجهاد يتطلب جهاد، وهذا النوع من الموقف يتطلب جهاد ويتطلب موقف بمستوى المسؤولية التاريخية اللي تليق بالعراق وتليق بالثورة اللي نقودها. فاقترحت على إخواني أن نقبل قدر من المغامرة، أو بالأحرى قدر من المجازفة حسبناها، وهي أن يستدير الجيش العراقي من الحدود حيث يواجه الاعتداءات الإيرانية في ذلك الوقت والحشود وحشود الشاه، ويستدير إلى دمشق لكي ينقذ دمشق من السقوط، لأن الأخبار بدأت رغم أن الحرب صار لها يوم واحد، ولكن بدأت تصلنا الأخبار أن وضع الجبهة السورية مزين. وأن نذيع بيان من
مجلس قيادة الثورة على الهواء، وندز نسخة منه شاهران نقول إنه احنا حاضرين لأن نحل القضايا المعلقة بيننا بالطرق السياسية. وناقشنا في القيادة كثيرا. البعض من رفاقنا كانوا يعتبرون هذه مغامرة كبيرة، وبيهم من يقول إنه احنا راح نروح نفزع مع جيش ربما لا نستطيع قد وصلنا أن نحرر الأرض، لكن راح نتيح الفرصة لعدو أجنبي آخر لأن يأخذ جزء من الأرض العراقية. قلنا على أي حال حتى إذا اندفع شاه إيران في أراضينا بعد ما ننهي هذه المعركة نرجع له مرة ثانية. ويوم 7 الطيران العراقي صار في داخل سوريا واشترك بالقتال. طبعا من يوم 6 الطيران العراقي اشترك على الجبهة المصرية، لأنه طلبوا المصريين منا سربين من الطائرات الهنتر ناقصا عدد منها، لأن السربين ما كانت متكاملة، لأنه كان بها مدى بعيد وبها تسليح جيد اللي هي طائرات الهنتر، وهي أول الطائرات اللي قامت بضرب أعشاش الصواريخ المصرية عبر قناة السويس وداخل سيناء. واستدار الجيش العراقي فعلا قبل أن نسمع رد فعل شهيرة. استدار وحركنا الدبابات قطعت مئات الكيلومترات على السرف. لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق.